الناس بتexpect من المشاعر ان الشعور هيتغير كده لوحده. أيوة. فجأة هنام واصحى والاقي الشعور اتغير، ولكن هو مش هيتغير طالما انا عندي نفس الفكرة. فلو انا عايزه اغير الشعور، اغير الفكره اللي جايه مع الشعور. في فكره معينه بتحسسني بالخوف وانا مش عايزه احس بالخوف، اغير الفكره. ماشي ليلى، احنا مبسوطين قوي ان انت معانا النهارده. اظن ان احنا القعده دي اخر مره اتجمعناها كانت في الجامعه، صح؟ ممكن من 10 سنين. ايوه من 10 سنين ده اللي كنت قاعده بفكر فيه وانا جايه، ان انا مش مصدقه ان احنا we are here now، ان احنا ذاكرنا مع بعض وامتحنا مع بعض وعملنا كل حاجه مع بعض وكل واحد راح fast forward 10 سنين وكل حد راح حته بس I trust you guys very much. أنا عارفة أنتوا يعني عارفة الethics بتاعتكم كمان في الشغل، ف it feels very good to me إن أنا قاعدة بتكلم معاكم النهاردة فعلا. شكرا، احنا مبسوطين جدا جدا. وبمناسبة الانبساط، فاحنا النهاردة هنا عشان نتكلم عن المشاعر. فحابين ان احنا نبدأ ان انا أسألكم what are emotions، يعني ايه مشاعر؟ بصي أنا هقولك حاجة هتبسط لنا قوي الموضوع. احنا دلوقتي احنا التلاتة مبسوطين، بس احنا التلاتة حاسين بالشعور بتاع الانبساط بطريقة مختلفة. ففي فرق ما بين المشاعر وفي فرق ما بين الإحساس. المشاعر دي physiological reactions للenvironment اللي موجودة حواليا. يعني في حاجة حصلت في البيئة اللي حواليا خلت جسمي يتفاعل مع البيئة بطريقة معينة. الطريقة بقى اللي أنا حاسة بيها الشعور ده الإحساس دي مختلفة تماما. أنا حاسة بالانبساط أو بالقعدة دي بطريقة، وسلمى حاسة بطريقة، وفريدة حاسة بطريقة تانية خالص. الإحساس ده بيبقى كله جاي من الطريقة اللي اتربينا عليها، الصح والغلط اللي اتقال لنا زمان، الكالتشر، التراديشن، انا راجل ولا ست، انا عايش فين. كل ده بيبني ازاي انا هتفاعل او هحس بالشعور اللي جاي لي ده. ولكن كلنا عندنا نفس المشاعر، اللي هي كلنا عندنا نفس الجسم. at the end of the day biologically speaking we're all human beings. فحول الكوكب كلنا عندنا 6 primary emotions اللي هي happiness, sadness, anger, fear, disgust and surprise. فكلنا بنمر بنفس الفيزيولوجيكال reactions، ولكن كل حد فينا بيحس بيها بشكل مختلف او بيexperience الايموشن دي بشكل مختلف. اوكي. الايشو اللي بيجي فين بقى in therapy، what we see in therapy في clinical بالذات، ان في ناس كتير قوي ما اتعلمتش ازاي تexperience مشاعرها او تحس بمشاعرها. مظبوط. بيجي هنا جاب ان البني ادم بيبقى مش عارف ايه اللي بيحصل في جسمه، وبيبتدي ان هو ينفاليديت جسمه او يشكك في الحاجه اللي هو حاسس بيها. يعني بالظبط. في ناس كتيره جدا مثلا بتقول لي انا ما اعرفش انا حاسه بايه، انا مش عارف انا حاسس بايه، هو انا مش عارف ده، هو انا كده مبسوط، هو انا كده زعلان، هو انا كده خايف. بنتكلم مثلا في الحاجات اللي بتقلقهم، هو انا فعلا قلقان ولا انا بتخيل حاجات او ببالغ. دي بنسمعها كتير قوي اظن ان ثيرابي برضه. انا عايزه اترجم بس ثواني. انت قلتي ان الايموشن هو ده الشعور بالظبط، وده قلتي رد فعل فيزيولوجي. هل الاحساس ده بالانجلش اللي هو بيترجم لفيلينج؟ اوكي، فانت قلتي الديفرنس بين الاختلاف بين الايموشن والفيلينج. بالظبط. أوكي. المشاعر والاحاسيس اللي هي الايموشنز والفيلينجز مختلفين جدا. واحد فيهم اللي هو الشعور، الايموشنز كلنا عندنا it's universal، ولكن the way we experience the emotion is very individualistic. it depends من شخص للتاني. طب والمود، عشان الحاجات دي بتستعمل بشكل معنى يعني حد يقول انا مزاجي وحش، او انا حاسس باحساس وحش، او انا حاسس بشعور وحش. فالناس غالبا، يمكن انا واحده منهم، في الاول ما كنتش عارفه افرق هو ايه الفيلينج، ايه المود، ايه الايموشن. فالمود ده بتوصفيه ازاي؟ يختلف ازاي عن الاثنين التانيين؟ المود ده بيبقى a long period of time of you experiencing the same emotion. يعني لو مثلا انا قاعده اسبوع او اسبوعين ورا بعض حاسه ان انا زعلانه I'm sad، فتره مطوله من I am experiencing the same kind of emotion. اوكي. عامه في characteristics للايموشنز، في حاجات معينه traits للمشاعر الواحد بيعرفها والثيرابيست بيعرفها، اللي هو مثلا emotions are episodic they're not chronic.
يعني انا عمري ما هقعد ال 24 ساعه مبسوطه او ال 24 ساعه ورا بعض حاسه بنفس الشعور. فمؤقته وبتتغير، مؤقته وبتتغير. مش مزمنه، يعني مش هفضل قاعده مبسوطه بالظبط. 24 ساعه. لو بقى قلبت مزمنه هنا بيبقى مود. اوكي. هنا بيبقى في حالة من مود معين، whether هي انبساط شديد قوي 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 فبندخل في مثلا في حاجة اسمها هايبومانيا أو مانيا، أو زعل جامد أو قلق مزمن فدخلنا في anxiety، فبتبقي في state of mood مطول، وهنا ده الإيموشن بيبقى قاعد معاكي كتير. ف this is when you start going to therapy. عامة one of the main reasons why people go to therapy لو لقوا نفسهم they are stuck in a specific mood اوكي. بقى لهم كتير. سواء كويس او سواء حاجه ايجابيه او حاجه مش ايجابيه. يعني this is what I would recommend، ان حتى لو انا حاسه نفسي مبسوطه قوي 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 لفتره طويله قوي ومش شايفه فيه في النص مشاعر، مثلا مشاعر حزن، مشاعر خوف، مشاعر انجر، مشاعر سربرايز، مشاعر ديسكاست، الحاجات دي كلها مش عارفه ان انا experience او feel امر او احس باي حاجه تانية. بالظبط. هنا ببتدي افهم ان في حاجه. بس طبعا يعني لو احنا هندي ديس اوردر ما بيبقاش بس على المود، بيبقى في كرايتيريا معينه تانية that you fulfill. لو لقيت نفسي مثلا مبسوط كتير قوي او جامد قوي ما بنامش خالص واكسايتد قوي، هنا I can still go to therapy. اوكي. فده برضو بيدخلنا في سؤال تاني، اللي هو في ناس كتيرة بتقول على المشاعر الحلوة والمشاعر الوحشة. ده سؤال بقى هنخليه هنجيله. كده، هنجيله أوكي. دلوقتي، عشان ده حاجه من الحاجات اللي اتكلمنا فيها اول ما كنا بنفكر اصلا الحلقه دي ممكن تمشي ازاي. فكنا بنتكلم على فكره الباد ايموشنز، او بالظبط. المشاعر اللي ممكن تبقى سيئه، او المشاعر اللي عليها وصمه معينه او فكره معينه. بس بالظبط. بما انك جبتي سيره الثيرابي فهاخدك بس في حته تانية وبعدين نوصل للمشاعر دي. حاجة من الكلمات اللي بنسمعها كتير، وهتلاقيني النهاردة بسألك على terms أو ألفاظ بنسمعها كتير عايزين نفصصها شوية. الايموشنال ريجوليشن والايموشنال ديسريجوليشن، او ان شخص يبقى بيعرف يوظف مشاعره او شخص مش عارف انه يوظف مشاعره. نوصفها ازاي؟ يعني انت دلوقتي قلتي لو انا مريت بكذا اروح ثيرابي، فمثلا مريت بان المشاعر دي موجوده مش عارف اتعامل معاها، حاسس ان انا مزنوق او محشور في حته معينه، مش عارف اتحرك، فده ممكن يبقى نوع من الايموشنال ديسريجوليشن، ان انا لسه مش عارف اتعامل مع مشاعري اللي بمر بيها. انا عايزه بس اخدنا خطوه لورا، يعني نرد على سؤالك، بس عايزه اخدنا خطوه لورا ان احنا بعد ما عرفنا يعني ايه شعور ويعني ايه احساس، حاسه انه it makes sense ان احنا نسال ونتكلم برضو عن ايه فايده الشعور. يعني اظن احنا بنشوف ناس كتير في العيادات او كده بيبقوا بيعملوا كل المجهود اللي في الدنيا ان هم ما يحسوش ان هم زعلانين او ما يحسوش ان انا متعصب، ده احساس وحش، انا مش عايز احس كده. فاحنا عايزين ان احنا برضو نبدا نفهم الناس انه لا، كل الشعور ليه فايده، كل الشعور ليه purpose. فحابين ان احنا نمنشن الاول ايه حبه من الفانكشن يعني بتاع الشعور. كل المشاعر. يعني مثلا one thing I would say، وبعد كده حابه اسمع منكم مثلا، انه اي حاجه احنا بنحسها احنا بناخدها كعلامه معينه لحاجه معينه. بمعنى ايه؟ يعني انا مثلا لو مثال عبيط يعني، بس لو انا شفت اسد فانا هخاف. محدش فينا بيحب يحس بالخوف، بس اكيد الخوف ده غرضه ان هو يقول لي خلي بالك يا سلمى في حاجه خطر، اطلعي اجري احسن لك. فهنا بيصبح انه احساس احنا مش حابينه بنقول عليه احساس وحش، بس هو في الحقيقه ليه لازمه كبيره. فانا دي احدى الحاجات اللي انا ساعات بقولها، انه الشعور احنا مش حابين قوي ان احنا نحسه ونفسنا نغلوش عليه، بس في الحقيقه لازم نسال نفسنا هو الشعور ده ايه الفانكشن بتاعه في الموقف ده. ف how would you describe برضو، او ازاي ايه وظائف تانية للمشاعر تقولوا عليها للكلاينتس او للناس اللي بتسمع؟ ده سؤال مهم جدا، لان الناس بتبقى مش عايزه تحس بمشاعرها، فلما ما يحسوش بالمشاعر دي بيفضلوا واقفين they are stuck. انا عجباني قوي الكلمه اللي انتي قلتيها، هم مزنوقين. وده اللي بيحصل مع الكلاينتس اللي بيجوا لنا، ان هم مش عارفين، مش فاهمين وظيفه الشعور ده اللي جه هو عايز يقول لي ايه، فبيفضل واقف مكانه. ده نمبر 1. والمشكله التانية اللي بتيجي انه في معظم الاوقات في ناس معينه بيبقى عندها شعور مزمن معاهم حياتهم كلها، بيبقى primary emotion، بيبتدوا ياخدوا قراراتهم في حياتهم على أساس الشعور ده. بالزبط. يعني لو أنا مثلا عايش حياتي خايف، في constant feeling أو emotion of fear and anxiety، ببتدي غصب عني أخد قرارات في حياتي على أساس الخوف.
وابقى مش فاهم انا ليه مزنوق في سايكلز معينه ومش عارف اخرج بره ارياز معينه في حياتي، مش عارفه ايفولف فيها، مش عارفه اديفلوب فيها. ده بسبب اللي انت بتقوليه. في برضو مشكله ثالثه بتيجي ان الواحد عشان مش فاهم ان ده شعور بيبتدي ايدنتيفاي يعني او يربط الايدنتيتي بتاعته بالشعور ده. فانستد اوف saying مثلا I feel anxious بيقولوا I am anxious، تبقى I'm جزء من anxious الهوية. person. ايوه بيبقى جزء من الهويه بتاعته ان هو خلاص انا قلوق، انا شخص قلوق. لا، انت مش شخص قلوق. او انا في شخص حاجات عصبي نفس او بالظبط دي بنقابلها كتير قوي، انا شخص عصبي. او لا، ما هو انا كده كده سيبكم مني، انا كده كده على طول زعلانه. او انا شخص مكتئب. لا، انا مش شخص مكتئب ومش شخص قلوق ومش شخص عصبي، ولكن دي مشاعر بتجيلي انا لسه ما تعاملتش معاها، وبتجيلي لاسباب معينه. الغرض بقى اللي انت قلتيه الفانكشن بتاعه، الخوف ده is a primary يعني instinct جوايا عشان يخليني survive. كل المشاعر بتيجي to help me survive in order to survive، عشان أعرف أتعايش مع حياتي بطريقة أفضل وأفضل عايش، مش إن أنا أفضل مزنوق مكاني. الزنقة دي بتيجي عشان أنا مش بستخدم مشاعري عشان أقدر أعيش بيها. عشان بقى مش بوظفها بشكل صح او مش عارف اتعامل معاها، فبيحصل الايرور او الاحساس اللي انا حاسس بيه ده. بالظبط. والفكرة بقى عشان أرد على سلمى هنا، إن الخوف كلهم زي ما اتفقنا عشان السرفايفل بتاعي، ولكن الخوف بيجي عشان أتعامل دلوقتي حالا في البيئة اللي أنا فيها حاجة مؤذية بالنسبة لي، I'm in danger. فيا إما هتبقى حاجة realistic فعلا في أسد قدامي، أو يا إما حاجة imaginary اللي هو imaginary danger. بنيت سيناريو ما في مخي خلاني احس بالقلق وخلاني احس ان انا مش في بيئه امنه، انا مش في امان. الانجر مثلا، الغضب، الفانكشن بتاعه الاساسي انه في حد جه تعدى عليا، في حد جه تعدى على الباوندريز بتاعتي او الحدود بتاعتي، فانا ستيل مش في امان، فكأنه دفاع عن النفس. بدافع. فتخيلوا حد مش عارف يدافع عن نفسه خالص، كل حد بيجي مثلا بيجي عليه جامد، مش هيعرف يتعايش، مش هيعرف يسرفايف في الانفايرمنت اللي هو فيها. الزعل نفس الحاجة، جريف نفس الحاجة. فهي كلها ليها علاقة، حتى السعادة برضو in order for me to survive in a calm state. فبيبقى إشارات من جسمي دي يقولها لي، بتتعامل مع مخي عشان يقول لي information او data عن البيئة اللي موجودة حواليا، عشان اقدر ان انا اتعامل مع البيئة اللي حواليا دي. بيتهيألي ان الخوف من الحاجات اللي بتبقى واضحة، مش شرط واضحة للشخص، بس هي واضحة لو عملتي زوم اوت كده وبصيتي عليها. ان الخوف غرضه لما بيظهر يعني بيبقى غرضه ان غالبا انا مريت بحاجه شبيهه او سمعت عن حاجه شبيهه، فمخي بس بيحاول يبعت لي اشاره زي ما انت قلتي ان هو يحميني. خلي بالك ما تقربش للحاجه دي قوي، او خلي بالك من الشخص ده لان هو اذاك قبل كده. فبيتهيألي ان كتير ممكن لو احنا بس ويبوز او اخدنا خطوتين كده وفكرنا، هتلاقي ان المشاعر زي ما انت قلتي ليها وظيفه. بس انا بحس ان عاده المشاعر بتحمينا من حاجه. ممكن تبقى بتحميني من زي ما انت قلتي ان انا اتجرحت، فانا بدافع عن، هي ظاهره بشكل دفاع بس هو برضو فورم اوف بروتكشن. الخوف بيبقى ان انا مش عايزه اعيد الموقف تاني، فهو جسمي بيبعت لي اشاره يقول لي اقف وفكر ايه اللي ممكن يبقى بيحصل. احنا عاده بقى بناخد المشاعر دي وبنتصرف عليها، يمكن ما بنفصصهاش قوي. وده بقى الفانكشن بتاعت السوسايتي او الكالتشر الموجوده حواليا in the experience of feeling. يعني البيئه اللي موجوده حواليا او الطريقه اللي انا اتربيت عليها، بالبلد، بالمعتقدات، بكل حاجه عملوا في الخلاط كده. ازاي انا هقدر اكسبيرينس المشاعر اللي بتجيلي دي، اللي هو احس بيها. الناس بتنسى ان this is a skill to practice. I need to practice how to feel my emotions. لازم ان انا اتمرن ازاي احس بمشاعري. لو من وانا صغيره محدش علمني ازاي احس بمشاعري، I will get stuck. الفكره بقى اللي كنا بنتكلم قبليها، ان هقف وهبقى خلاص مش عارف، مش فاهم البيئه اللي حواليا دي بتحاول توصل لي ديتا او انفورميشن، انا مش عارف الشفره دي، مش عارفه افكها، فبتزنق. احنا هنتكلم عن العيله وهنتكلم عن الكالتشر او كده، بس ممكن الاول قبل ما نروح لهم تفاصيل اكتر، ممكن الاول
يعني نكفر السؤال اللي فادي كانت بتساله بتاع يعني ايه emotion regulation و emotion dysregulation. حلو قوي. طيب الفكرة بقى في المشاعر عشان الناس مش عايزة تحسها زي ما اتفقنا. They have thought أو فكرة إن أنا I can control my emotions، أنا ممكن أتحكم في مشاعري، وده ده خطأ كبير، ده مش حقيقي، لأن أنا ما أقدرش أدخل جوه جسمي وأقول له يعمل إيه وما يعملش إيه، ولكن ممكن أوظفها بطريقة صح أو I can regulate it. يعني لو اتفقنا مثلا إن في spectrum، انا I'm shooting for ان انا زعلي يبقى من 4 ل6 او من 4 ل7، من 1 ل10 يعني. لا من 1 ل10. لا انا هبقى في النص، هزعل وهتبسط وهخاف وهعمل كل حاجه، ولكن هحاول على قد ما اقدر ان انا لو لقيت نفسي عليت قوي ارجع نفسي تاني للنص. لو لقيت نفسي مش حاسه خالص انا feeling numb وبزق مشاعري للجنب، لا اعليها شويه واقعد مع مشاعري ورفلكت واشوف انا فين منها وابقى على طول في النص. فالهدف مش ان انا اتحكم في مشاعري على قد ما الهدف هو ازاي هوظف مشاعري او how to regulate my emotions. لاني تاني مش عايز امسح المعلومات اللي بتدخلي من البيئة، لا انا عايز استفيد من المعلومات دي واوظفها بطريقة صح. ففي طرق بقى in therapy يعني we teach how to regulate emotions. اول حاجة لازم اعرفها is to label the emotion، حط عليها اسم. أيوة. هو انا حاسس بايه؟ انا حاسس بزعلان ولا غضبان ولا خايف ولا مبسوط ولا مقروف ولا surprised. وبعد كده افهم، ودي اكتر بوينت انا بركز عليها ان my personal therapy هي فين في جسمي. لان لو انا مش متعود على مشاعري او مش I did not practice ان انا احس بمشاعري، مش هفهم جسمي حاسس بايه. انت عارفه السؤال ده في ناس كتير جدا بتستغربه، يعني انا عايزاكي تكملي الخطوات بس دي حاجه من الحاجات اللي بلاحظ ان الناس بجد بتستغرب لو سالتهم السؤال ده. يعني لو حد قال انا متعصب فقلت له الاحساس ده ظاهر فين في جسمك، بيبدا يستغربني انا. غالبا العصبيه هتبدا تتوجه ناحيتي انا، يعني ايه ظاهر فين في جسمي؟ وبالذات لو قلق او مشاعر يمكن مش متعودين ان احنا نسال نفسنا هي بتطلع فين. المشاعر السعاده مثلا غريبه جدا ان حد يحاول يفكر فهي ظاهره فين في جسمي. بما انك جبتي سيره السؤال ده، يمكن عايزاكي تقولي لنا ليه بتركزي عليه، يعني هو بيفرق في ايه او هيساعد الشخص ازاي؟ عامه بنركز عليه in therapy. هقولك ليه بنركز عليه وليه انا شخصيا بركز عليه. بنركز عليه in therapy لانه ممكن يدينا معلومات مهمه قوي عن انا حاسس بايه دلوقتي قبل ما مخي يستوعب، قبل ما انا افهم انا حاسه بايه. لو انا عندي علاقه كويسه مع جسمي على طول جسمي هيقولي. لو لقيتي بطنك بتقفش بطريقه معينه، لو لقيتي فيه صداع معين، لو لقيتي نفسك قاعده كده كتاف، لو لقيتي في ناس مثلا الحوض بيبقوا حاسين ببين رهيب في الحوض. القولون العصبي اسمه ليه القولون العصبي؟ ايوه. فكل اورجن في الجسم بيهولد ايموشنز بطريقه معينه if it's unprocessed. الجز على السنان، انا افتكرت دلوقتي انا بعمل بالظبط انا بجز جامد على اسناني وما كنتش مستوعبه ليه. وبعدين بقعد بقى انفاليديت نفسي، لا انا على فكره انا تمام، انا مفيش مشكله خالص. وبعدين اجي بالليل بقى عامله كده. فدي كيوز كلها information عن ايه اللي بيحصل في حياتي. فلو انا عندي الثقه دي مع جسمي هقدر ان انا افك الشفره اسرع بكتير من لو انا قعدت I reflected وكده. ف it's a form of practicing how to feel your emotions. Okay. It's also a form of having a very trusting relationship ما بيني وما بين جسمي. لأن at the end of the day أنا بني آدم واحد متكون من مخ وجسم وروح ومشاعر وأفعال وكل حاجة. فما أقدرش أتعامل على أساس إن الحاجات دي مش متصلة ببعض. كل ما أخليهم يقربوا من بعض كل ما هلاقيهم إن كلهم بيقولوا نفس المسج، كلهم بيبعتوا لي نفس الرسالة. فأنا اللي بحاول أعمله إن أنا بحاول اسمي الفيلينج او الايموشن واحاول افهم هي ظاهره ازاي في جسمي. هي ظاهره ازاي في جسمي بالظبط. والخطوه اللي بعدها ممكن تبقى ايه؟ انا بقى قبل ما نروح الحته دي، انا ليه بالذات بركز على الحته دي؟ لانه I am very very passionate about chronic diseases او chronic illnesses عامه، بما فيهم autoimmune disease، بما فيه مثلا hormonal imbalance، cancerous growth. الحاجات دي كلها انا I'm very passionate about it، ومقتنعه اقتناع تام انه كل الحاجات دي بتبقى unprocessed emotions في الجسم
والجسم بيبقى مش بيحارب نفسه، ولكن الجسم بيحاول ان هو تاني يسرفايف عشان في بلوكجز كتيره قوي. طبعا ليه مقتنع بده؟ لان unprocessed emotions بيعملوا inflammation جامده قوي في الجسم، يعمل التهاب جامد في الجسم. كل الكرونيك illnesses او الكرونيك diseases بتبتدي بالتهاب. الامراض المزمنه. فاكيد ال everyday habits، الهابتس بتاعتي في كل يوم انا باكل ايه وبنام قد ايه وبرتاح قد ايه وبلعب رياضه ولا لا وكل ده، ولكن بارت منها كبير قوي هو انا بتعامل ازاي مع مشاعري وبتعامل ازاي مع جسمي. I see ان there is a very strong relationship. فعايزه اوعي الناس ان مبدئيا فكره الانفلاميشن دي بارت منها كبير جدا هو ازاي انت بتتصرف او بتوظف مشاعرك، و you have a lot of control over it. You just need the information. انت بس محتاج المعلومات ازاي تتعامل مع جسمك وازاي توظف المشاعر، وهتلاقي الالتهاب قل. It's an important point عامة اللي انتي بتقوليها، ان الناس تبقى فعلا واعية بقد ايه الجسم والمخ مرتبطين ببعض، وان هي it's kind of a two-way street. وحتى عشان كده ساعات الجهاز الهضمي او كده ساعات بيسموه second brain، بالظبط. ان ده مرتبط جدا، وردود فعل الافعال بتاعته بتبقى قوية جدا استجابة للنفسية بتاعتنا او كده. فلو حاجة حصلت نفسيا، ده الناس زي ما قلتي ناس كتير بيبقى عندها قولون عصبي، واللي هو دايما الطريق رايح جاي. وحاجة كويسة برضو ان الواحد يبقى عارف انه زي ما انت كنت بتقول some people experience emotions في الجسم، بمعنى قلبي بيدق بسرعة، صدري تقيل، مش عارف ايه. بس في ناس تانية بتحس بالشعور دي في حاجات جسمانية. عندي صداع، عندي ألم معين، فما ان الطريقة اللي انا بحس بيها بالفيلينج او الايموشن ده بتبقى مش ضروري تبقى الحاجات اللي هي التقليدية اللي احنا متعودين عليها، اللي هو انا لما بتعصب مثلا وشي بيحمر. ممكن حد لما بيتعصب مثلا، يعني بيتعصب بيجيله كحة جامدة، يعني بتبقى حاجات مش typical خالص. واي ثينك حاجه برضو شبه اللي انت قلتيها شويه، بس هقعد ليها حته بسيطه، ان لما حد يكون مش عارف يايدنتيفاي هو حاسس بايه او كده، او يعرف يعني هو حاسس بايه بالظبط. حاجه من الحاجات اللي انت قلتوها ان هو بيسال نفسه انا حاسسها فين في جسمي، ودي بتبقى من خلالها بيعرفوا يتعرفوا على انا حاسس ايه. حاجه كمان ساعات ممكن اكفر كده شويه، انه كل شعور احنا بنحسه بيجيلنا برغبة في سلوك معين او بيجيلنا بإرج معين. فانا ممكن ما بقاش عارفة اقول ان انا متعصبة، مش عارفة اسميها متعصبة او عندي غضب او كده، بس I can tell ان انا عندي urge مثلا ان انا نفسي مثلا اكسر الكرسي. فمن خلال الurge ده اعرف اقول غالبا ده الاحساس اللي هو اسمه كذا او الشعور اللي اسمه كذا. ايوه. فساعات بقول الاكرونيم بتاع sun sensation urge name، اللي هو في الاخر اعرف احط له اسم. يعني فاسال نفسي انا حاسه فين في جسمي، جاي لي برغبه اني اعمل سلوك ايه، واحاول احط له اسم. لذيذه دي. انا في حاجه عايزه اوضحها برضو لو حد بيتفرج، عشان توصل اللي انتي قلتيه واللي سلمى قالته برضو مع بعض. فكرة ليه أصلا إن إحنا جسمنا بيتأثر، ودي حاجة أنا ممكن أبقى فهمتها بوضوح لما مش عارفة أنتوا فاكرين خدنا كورس في الجامعة كان اسمه بايو سايكولوجي. فهو كان طبعا من أصعب الكورسز بالنسبة لي، عشان هو كان في حاجات يعني انت خدتي معانا؟ انا وانت خدنا مع بعض. احنا خدنا مع بعض تقريبا أيوة. مع دكتور علا. ايوه بالظبط. وكانت بتشرح وفاكراها، يعني انا فاكره وهي بتشرحها لانها علقت معايا جامد. كانت بتشرح فكره الكورتيزول اللي هو بنقول عليه الستريس هرمون، او الهرمون يعني بنقول عليه ستريس كارنسي برضو، فهو عمله الستريس في جسمنا. وكانت بتقول ان الكورتيزول بيعلى في جسمنا لو احنا عندنا اكيوت ستريس او كرونيك ستريس. فالاكيوت يعني ان الستريس بيبقى على مده قصيره، عندي امتحان، عملت حادثة، محتاجة اعمل حاجة في اليومين اللي جايين. فالستريس لما بيعلى في الوقت ده بيبقى مفيد، مش حاجة مضرة خالص. فحتى لو انا مش عارفة اتعامل معاه قوي، بالعكس بيبقى زي كأنه ادرينالين كده في جسمي، بيديني بوست، بعرف اركز اكتر. عشان كده ممكن بنطبق قبل الامتحانات ساعات. دلوقتي ممكن ما بقاش عارفة اعملها تاني، بس زمان كنا بنعرف. وفي بقى الكرونيك ستريس، وهو الستريس او الضغط المزمن. وهي انا فاكره لما شرحتها كانت بتقول ان الكرونيك ستريس لما بيبقى الكورتيزول ده بيعلى في جسمك بفتره او لفتره مطوله، بيبدا بعد شويه ان هو يخلي جسمي
عشان مش قادر يتعامل مع كمية الكورتيزول اللي موجودة دي في كل المدة دي، فبيبدأ ان هو كأنه بيهاجم نفسه، او مش بيهاجم نفسه بالمعنى المتعارف عليه، بس بيبدأ ان الفانكشنز بتاعت الجسم نفسها تتعب بقى، فبيجيلنا زي ما انت قلتي التهابات. عشان كده في ناس بتعيا في فترات الستريس الطويلة. لو حد اكتئب فترة طويلة كام مناعة شهر بتقل. مناعته بتقل بالظبط. فيمكن لحد ما فهمتها كده عمري ما كنت بفهم ليه حد زعلان يعيا، او ليه حد في الامتحانات يطلع له حبوب، او بطنه توجعه، او ان حد بطنه تقلب فور اكزامبل. فلما هي شرحت انه الستريس مش بس يومين 3، هو فكرة ان انا عايش بده بيخليني بعد شوية جسمي كأنه بيرفع لي علم كده بيقول لي مش مستحمل، وبيبدأ يوقع فانكشنز مهمة. فدي اظن برضو حاجة مهمة للناس تبقى عارفة احنا ليه بنتكلم على ايموشنز اصلا، يعني ليه الحلقة دي ممكن تبقى مهمة، واعمل ايه لما انام الايموشن وبعدين. صح. وده بيفكرني بناس كتيرة بتيجي بيبقوا بيقولوا لا أنا I can work very well under stress. بالظبط. بيبقى متعود انه الكورتيزول اللي هو بيفيده مثلا لمدة 3 ايام او اسبوع، او في الناس اللي هي بتقعد على بيبرز او على شغل قبل برزنتيشن كبيرة انا هخلصها في يومين. مش مجمع ان ده هو كده بيحط سيستم لجسمه ان انت هتعرف تأدي الحاجات اللي انا طالبها منك عشان انا داخلي كم كورتيزول معين في اليومين دول. and they're not realizing ان this is not a lifestyle. ما اقدرش اتعامل في حياتي على اساس ان ده اللايف ستايل بتاعي، واخد ده على اساس ان هو النقطة قوية قوي في الكاركتر بتاعي. It's not about the character, it is about الكورتيزول الرهيب اللي بيخش جسمي because I am stressed, because I need it عشان اطلع بروجكت معين. وعادة لما بيخلصوا البروجكت ده بقى بتلاقي الشخص ده قاعد مرهقين جدا. بالظبط بالظبط. طبعا ومرهقين جدا، وبيبقوا شايفين ان ده عادي ان انا اعلي واوطي الفوليوم جامد قوي. تخيلوا مثلا انتوا قاعدين بتسمعوا مزيكا وعمالين بتعلوا بتوطوا مش هتتبسطوا، مش تعرفوا تسمعوا الاغنيه اللي بتسمعوها. فلو انا معتمد على الطريقه دي في حياتي كده، ده هيبقى recipe for a burnout very soon. اتخيل يحصل خلل في السيستم. بالظبط. طيب انت كنت بتشرحي emotion regulation. انا عارفه ان لما نشرح حاجه يعني بالترتيب تلقائيا بيبقى عكسها هو معناها dysregulation، بس برضه how would you describe some، يعني ايه اللي انت لو شفتيه مثلا في شخص تقدري تقولي ان ده شخص emotionally dysregulated؟ يعني لو حد بيتفرج او بيسمع ومش عارف يقرر هل هو شخص عنده مهارات إدارة المشاعر دي كويسه ولا لا، ازاي تقدري تحددي حاجه زي كده؟ حلوة قوي السؤال ده. هنرجع تاني اللي هي الثالث نقطة، بعد ما اشوف هو فين في جسمي لازم نعرف ان كل شعور بيجي من فكرة. مفيش انا مش هصحى من النوم فجأة يجي لي شعور معين، هو جه من فكرة معينة. وبعدين بعد ما يجي لي الفكرة والشعور بيجي الارج اللي انت قلتي عليه اللي هو البيهيفير، الافعال. فانا بالنسبة لي لو انت راجليتد، لو انت شخص راجليتد هتبتدي تقعد تفهم الشعور ده جالي اسمه كذا وجالي عشان فكرت في كذا. حد dysregulated مش هيقدر ان هو يلقط السبب او يوصل. العلاقة ما بين الفكرة والشعور، ومش هيقدر ان هو يبقى عنده كنترول على الافعال. الناس ما بيحاولوا ان هم يركزوا الكنترول على الشعور، لو انا هتحكم في الشعور مش هتحكم في الافعال. صح. انا مشكلتي ان انا I'm feeling anger، مش ان انا aggressive. لا، المشكلة ان في aggression، انك aggressive مش ان انت you feel anger. فالديسريجيليشن هنا هتبقى ان هما مش لاقيين العلاقة ما بين الشعور والفكرة، ومش قادرين ان هما يتحكموا في الفعل اللي هو جاي من الشعور ده. اول حاجة بلقط بيها ان الشخص is dysregulated. تاني حاجة برضو زي ما قلنا، لو في مود، لو في فترة مطولة في زعل مزمن، في قلق مزمن، في خوف مزمن، في عصبية مزمنة، ففكرة انه ما بيعرفش يرجع نفسه تاني للبيز لاين برضو ده dysregulation. طبيعي جدا ان انا اتعصب جامد قوي قوي قوي، بتحصل ساعات. خفت جامد قوي، حصل حاجة قدامي منظر رهيب ومحتاجة اتصرف فيه دلوقتي حالا، حاجة تخصني مثلا، هخاف. طبيعي جدا ان انا اتبسط، بس هرجع نفسي تاني للبيز لاين في قد ايه؟ هقعد 3 دقايق ولا 3 ساعات ولا 3 شهور ولا 3 سنين؟ اوكي. فده تاني حاجة برضو بتبين لي الشخص اللي قدامي ده regulated ولا dysregulated. يعني اللي انا فاهماه منك من اللي انت لسه شرحاه انه لما يكون الشخص emotionally regulated بيبقى فيها اختيار اكتر،
يعني بيبقى فيها اختيار لرد الفعل على الأقل. مظبوط. you have the capacity to pause ان انت تقفي دقيقة وتقرري انت عايز تعملي ايه بالشعور ده. اوكي. هقلله، هتعامل على اساس الشعور، هيبقى فيه انفعال مش هيبقى فيه انفعال. فعشان كده ببسطها مثلا لكلاينتس بطريقه انه if I am regulated I'm able to stay in the present moment. يعني ايه؟ يعني لو انا عارفه اتعامل مع مشاعري، يبقى بالتالي انا عارفه اقعد في الدقيقه اللي احنا فيها دي، الدقيقه الحاليه اللي احنا فيها دي، انا شايفاكم قدامي قاعدين على الترابيزه، يعني مجمعه ايه اللي بيحصل في البريزنت مومنت، مش منشغله بحاجه حصلت او بحاجه احتمال تحصل. بالظبط. معظم الناس بتبقى مسحوله قوي في حاجه حصلت قبل كده، او بيتخيلوا سيناريوهات كتيره هتحصل في المستقبل وبيفضلوا برضو ستك مع السيناريوهات اللي هناك دي. فانا عارفه احنا هنتكلم في التولز كمان شويه، بس برضو very important message اللي انت بتقولي القرار ده بيجي في الدقيقه اللي انت بتقرر فيها انك تفضل قاعد في البريزنت مومنت دي. هو القرار بيجي هنا. ساعات بشرح او يعني ساعات بحب اتخيلها كانها زي درجه حراره الجسم، يعني انه لو درجه حرارتي البيز لاين بتاعي 37، لو حسيت انها 39 هبقى عايزه انزلها، لو حسيت انها 35 ممكن يبقى في حاجه غلط هبقى عايزه اطلعها البيز لاين. او ساعات يعني المطبخ المصري ساعات بشبهها بالكنكه ان لما القهوه او اللبن يغلي قوي قوي بيبدا يفور ويبقى في كل حته وابقى مش عارفه اتصرف. فانا مش عايز ان الشيء ده يفور، انا مش عايزاه يبقى اكسترا، انا بس عايزه اوطي عليه شويه، ولا عايزه اقفل عليه خالص ولا عايزه اخليه يفور تاني على درجه فيبقى في النص. بالظبط. كنت هتقولي حاجه وانا قطعتك، سوري. لا انا كنت عايزه ازود حاجه برضو في الرد على السؤال نفسه، اللي هو يعني ايه ان حد يبقى dysregulated او انا بحسها ازاي. في علامات بتبقى ماسكت او مستخبيه شويه. فلما حد يبقى بيمر بحاجه انتوا شايفين ان هو الحاجه دي المفروض يبقى ليها رد فعل معين، او يعني حاجه كبيره، فلنفترض حد خسر شغلانته او حد خسر حد بيحبه، وتلاقي الشخص ده بيكبت، ده برضو نوع مش غير ملحوظ من الديسريجيليشن، ان انا مش عارف اتعامل مع مشاعري. دي نقطه حلوه قوي. صح. ففي حد عامه انا عارفاه يعني في حياتي الشخصيه بيكبت ان جنرال، وبتبان على جسمه. فاحنا كده بنربط بقى بالحاجتين اللي قلناهم، ان هما السبريشن او فكره ان هو بيكبت افكار او مشاعر معينه، وبتبان ازاي بيبدا ان هو يجيله حبوب او بيبدا يجيله التهابات او بيبدا يتعب. ويمكن انا بالنسبه لي بقولها بشكل بيضحك شويه، بس انا ببقى بقول له مثلا ده الميتنج اللي ضايقك ده ظاهر على جسمك، او الوجع ده الشخصيه الخناقه اللي حصلت من كام يوم. وبيتهيألي ان الشخص ده لما ابتدى يدرك ان ده ستريس او ان ده اللي هي تراكمات من الضغط، ابتدى يحاول يتعامل معاها. بس قبل كده كانت بتبقى انا مضغوط مش هتعامل معاها لان ما عنديش وقت. بعد بقى ما بتضغط وما ببقاش بتعامل معاها، جسمي بيبدأ يتهالك، بتضغط اكتر، بقرر اني مش هتعامل معاها عشان ما عنديش وقت اكتر، فبخش في سلسلة لا تنتهي من الاسترس. فالكبت بتبقى حاجة من الحاجات اللي بحس ان هي ماسكت او يعني مستخبية في الايموشنال ديسريجيليشن برضو. عارفة اضطرابات الشخصية لما كنا بندرسهم كنا ساعات بنقسمهم انهي فيهم مشاعر over regulated اللي هو مكبوتة بزيادة، واني فيهم مشاعر under regulated اللي هو العكس، هم مش ممسوكين خالص. فدي نقطة كويسة قوي ان هو الصحي هو اللي في النص، ولا يبقى تحت قوي ولا يبقى فوق قوي. بالظبط. وبعدين بيجي ناس كتير قوي وبتقول مثلا انا حاسس ان انا منمل، انا مش حاسس بحاجة خالص. بالظبط. دي بقى اكتر حاجة بتوريني ان الشخص ده dysregulated، لان زي ما اتفقنا قبل كده في 6 مشاعر او ايموشنز كلنا بنحس بيهم. فلو انت دخلت في حتة تنميلة كده you're numb مش حاسس بحاجة خالص، ده معظم الوقت بيبقى بسبب اللي فريدة بتقوله، انه خلاص you are stuck في السايكل ومش حاسس بحاجة من كتر ما انا بكبت وتعبت ومش عايز اعمل المجهود ان انا احس، لاني already تعبان I'm already burnt out. كانوا اتحرق خلاص. فبنمل. وده مش معناها ان انا ما بحسش. في ناس كتير بتقول لا 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 انا ما بحسش، انا اصلا مشاعر عندي دي حاجه قليله قوي، يعني انا باخد كل قراراتي بعقلي وكده. لا ده مش معناها ان انا مش بحس. تاني you're identifying yourself. بربط الهويه بتاعتي يا اما بشعور معين، يا اما بربط الهويه بتاعتي بان انا بلا مشاعر. بالظبط. والاثنين دول الاكستريمز دول يعني you being dysregulated او unregulated. حاجه تانية هزودها عليكي معلش افتكرتها وضحكتني، لان دي طريقتي انا ان انا اعرف انا ببقى dysregulated ازاي. بيبدا كل حاجه تعصبني
وممكن أنا اعيط عارفاكي وانتي بسرعه شفتك في الفيزز دي. ايوه، فممكن مثلا فلنفترض اني دلقت كوبايه الميه دي، حاجه بسيطه جدا، مفيش حد اتاثر، ما حدش حصل له حاجه، ابدا اعيط. طيب وممكن بعد شويه اعرف اضحك عليها، بس هو ده بيبقى غالبا منبه متاخر جدا بيقول لي ان انت فاض بيكي، فبقت اصغر الحاجات بتاثر عليكي. فالديسريجيليشن برضو بيظهر بالشكل ده، على عكس بقى ان احنا يعني بنكبت، وممكن ده ساعات بيجي بعد ما بنكبت، لانه عاده ده اللي بيحصل. ما عنديش وقت ازعل، فهقرر ان انا هبوش او هنزل مشاعري لتحت، لدرجه ان بعد شويه انا مش عارفه اكبتكم بقى انيمور، وانتوا هتطلعوا في ابسط الحاجات. فالديسريجيليشن بيعمل السايكل دي برضو، وعادة هيطلع في وقت انت مش لاحقه برضو تتضايقي فيه، بس هتضطري تتعاملي معاه. وما كنتيش مستوعبه كمان او مش عامله حسابك انك يو رياكت بالطريقه دي في الموقف فبتلاقي ده. افعال بتطلع منك انت ما فكرتيش انك هتعمليها او مش مستعده ليها كمان، بالظبط. فبقع في مشكله بقى في الحته دي. يعني انا ساعات كتير بقول لكلاينتس تخيل ان انت عندك كوبايه ميه مليانه على الاخر خالص، لو زودت نقطه it will overflow، الميه هتقع بره الكوبايه، مع ان في دماغك دي نقطه، ده انا بس وقعت حاجه، ده حد خبطني، حاجه تافهه. بس لو انا بكبت زي ما انت بتقولي بقالي فتره I can never be in control of افعالي، لاني I'm not in control of البيئه اللي حواليا. انا ما اقدرش يبقى عندي تحكم على البيئه اللي حواليا، في اي حاجه ممكن تحصل بدل ما هي هتعصبني شويه it will overflow and I will become aggressive. ازاي تشرحوا للناس طيب الفرق بين ان انا اتعلم اريجوليت مشاعري وان انا ادستراكت او اشتت نفسي؟ يعني ساعات ناس كتير بتستخدم التشتيت ده بيبقوا فاكرين ان هم كده بيريجوليت مشاعرهم. ازاي تشرحوا الفرق ده للناس؟ ده سؤال حلو، لاني انا بستخدم الديستراكشنز او التشتيت as a tool ان انا اعرف اعدي يومي بيها. ده مش معناه ان انا هسكت مشاعري او I will invalidate الشعور، ولكن مثلا لو في حد بيمر باكتئاب وده معاه الحزن مزمن، يعني هو بقاله شهور في اكتئاب، لا I will need some distractions. I will need انه يشغل حاجة بتضحك مثلا شوية او شوية مزيكا، او ان هو يقعد مع ناس، او في distractions ممكن تحصل، ولكن تبقى بالاتفاق، وببقى انا عارف انه دي حاجة هتدستراكت مي لوقت معين، مش بتيجي الاول. يعني مش I'm not تلقائيا invalidating. صح. انا بفاليديت الايموشن الاول، بليبل الايموشن الاول، ببقى فاهمه انا محتاجه ايه، وبعد كده distractions can come in as a tool. ولكن not a lifestyle برضو. اظن انا الحاجه اللي هعرف بيها، يعني انا طبعا اللي ليلى بتقوله ده انا حاجه بستعملها، بس هزود عليها الفريكونسي او قد ايه الشخص بيدستراكت او بيشتت نفسه. يعني مثلا جزء من الطرق اللي احنا بنتعامل بيها مع الضغط هو اني اكلم واحده صاحبتي او اني اخرج معاها. بس لو انا بخرج يوميا لدرجه ان انا ما بقتش عارفه اقعد مع مشاعري في البيت او مش عارفه اقعد لوحدي، فاحنا بنتكلم بقى في السبيكترم او في الفريكونسي او انا بعمل الحاجه دي قد ايه. يبقى كده احنا دخلنا في حته unhealthy يعني غير صحيه. بالظبط. فكره ان انا بروح الشغل وبشغل نفسي بالشغل، ويمكن كتير مننا مر بيها، انا نفسي مريت بيها، ان انا متضايقه هسحل نفسي في الشغل. لو انا بروح الشغل واقعد من 10 ل10 لان انا مش عايزه ارجع البيت، مش عايزه افكر في الحاجه اللي مضايقاني، يبقى دي علامه ان هي غير صحيه. فالشغل ممكن يبقى healthy distraction، بس الطريقه اللي انا بوظفه بيها بقت غير صحيه لما ابتديت اتعامل معاها بشكل اكستريم. فهي برضو في الفريكونسي بالنسبه لي. صح، دي حته مهمه قوي، لان بسمع ناس كتير بتقول انا مش قادره اقعد مع افكاري. ايوه. فانت انت الديستراكشن بتستخدمها as a tool to distract yourself from what؟ الافكار من نفسك، ولا من مشكله في البيئه اللي انا عايش فيها مثلا ما عنديش عليها كنترول، ف I need to distract myself بالظبط. من حاجه بتحصل حواليا انا ما عنديش عليها كنترول خالص. فلو انا واخد موضوع الديستراكشن ده او ان انا اشتت نفسي من نفسي، طب انا كده باذي العلاقه اللي ما بيني وما بين نفسي، بالظبط. اللي هي intrapersonal relationship بتتبهدل. تخيلوا مثلا حد انتوا بتحبوه جدا، او طفل جاي بيقول لكم انا متضايق، انا محتاجه اقعد اتكلم معاكي، وانتي ابعد انت هنا دلوقتي، مش عايزه اقعد معاك، العلاقه دي هتتاذي. فانا بستخدم الديستراكشن ان انا بديستراكت ماي سيلف فروم ايه؟ my thoughts emotions، ولا
حاجات خارجيه انا ما عنديش عليها تحكم او كنترول. زي لما بتأجلي حاجة، يعني عارفة تبقي مسافرة مثلا ويجيلك ايميل شغل يضايقك فتقولي انا هفكر فيه لما ارجع، او ان انا بهرب بقى من الايميل ده خالص، انا مش هفكر فيه اصلا. فانا ما اديتلوش وقت هقعد اتعامل معاه عشان الظروف دلوقتي مش مسامحاه، يعني مش سامحالي. انا بحاول ان انا ادفنه. هو فرق يمكن يبقى مش ملموس قوي، بس بالنسبة لي انت بتستعملي الأداة دي ازاي أيوة هي اللي فاهمة. بتفرق فاهمة. زي الجرعة يعني اللي احنا بنستخدمها بيها. مثلا. صح. ماشي. في وجهة نظركم طبعا احنا يعني حتى في الجلسات اللي احنا صورناها قبل كده او في الابسودز اللي صورناها قبل كده ساعات بنحب نربط الحاجات بالثقافة او البيئة اللي احنا عايشين فيها. تفتكروا البيئة اللي احنا عايشين فيها او الثقافة العربية او العيلة العربية المصرية او كده ازاي ده بيلعب دور في احنا ازاي بنحس وبنعبر وبنريليت تو مشاعرنا لما نكبر؟ يعني البيئة او البيت اللي انا كنت فيهم دورهم ايه؟ فانا ازاي لما بكبر بيبقى علاقتي بمشاعري؟ هي ليها كل الادوار. كنت لسه هقول دور كبير دور جدا. كبير جدا، اكبر نبدأ دور. منين؟ دور سينمائي. احنا اتفقنا ان المشاعر يونيفرسال، ولكن البراكتس بتاع ان انا ازاي احس بمشاعري ده is very individualized. فالبيت لو انا اتربيت في بيت او في بيئه اصلا مش عايزين يحسوا بمشاعرهم او ما فيش مناقشه عن المشاعر، دي حاجه اسمها invalidation. انا I'm invalidating my feelings، يعني كاني أنا بشكك في صحة بالظبط مشاعري. بشكك في صحة مشاعري وبتعامل على أساس إن العمود ده مش موجود. إحنا عندنا عواميد الأفكار والمشاعر والأفعال. ما أقدرش أتعامل في حياتي على أساس إن في عمود فيهم مش حقيقي، أنا شاكة فيه، شاكة في وجوده. فالشك في المشاعر ده بيجي بسبب ان انا ما اتعودتش ازاي اتكلم عن مشاعري، ما فيش مساحة للمناقشة عن المشاعر. ولما المشاعر بتيجي في الصورة على طول بتبقى بنستهزأ بيها، او ايه الهبل ده، ايه العبط اللي أيوة. بتتكلم فيه، الرجاله ما بتعيطش والست مش عارف ايه، والستيجما بقى اللي بتيجي من العادات والتقاليد اللي هي لا تمت بالواقع بصلة ومش حقيقية خالص. هزود حاجة على اللي انتي قلتيها. وده كان سؤال انا كنت عايزه اساله، فحاسه احنا كده بندمج الاثنين. كنت هسالك على فكره، او هسالكوا على فكره ان في مشاعر غلط وصح، وزي مثلا ان الغيره او العصبيه او الشيم او احساس ان انا خجلان او في يعني في خجلان من نفسي او متضايق من نفسي، دي مشاعر احنا بنحاول نكبتها. فدي برضو مربوطه شويه بالثقافه اظن، ومربوطه بالبيت. ان انا لو قلت لمامتي انا غيرانه من كذا، ممكن هي تحس ان دي مش حاجه بنقولها مثلا. فهبدا انا اتعود من طفولتي ان انا اوكي الغيره دي مشاعر انا هكبتها مش هقولها. وبلاحظ ان في السيشنز ناس كتير بتقول ان انا مش عارف ده صح ولا غلط، بس انا حسيت بكذا. فبتبقى الاجابه مفيش صح وغلط مبدئيا، وان دي مشاعر كلها بتظهر لسبب زي ما قلنا. فانا معاكي ديفينتلي في ان الثقافه والبيت من اهم الحاجات، او بيلعبوا ادوار مهمه قوي. وهزود اكزامبل على اللي انتي قلتيه. عارفين العائلات اللي بتتعامل مع معظم المشاعر بضحك؟ دي بالنسبه لي انا كنت فاكره ان هي حاجه حلوه جدا. طيب لحد ما ادركت ان الكثير منها برضو بيخلينا نربي شخص مش عارف يتعامل مع المشاعر بطريقه مختلفه. هو بيضحك على اي حاجه، هنهزر على اي حاجه، فده فعلا بيخفف آلام كتير جدا. بس بيجي الشخص ده لو فعلا حصل له موقف مش عارف يتعامل معاه بيعطل، لان انا مش عارف ان انا اواجه مشاعري بشكل غير الضحك. فدي حاجه من الحاجات اللي بالنسبه لي خفيه برضو، ماسكت، مش باينه ضررها قد ايه لحد ما تشوف الشخص ده اتأذى ومش عارف يتعامل معاه. يعني صح. كأن العيلة ربت ديفنس ميكانيزمز معينة في الشخص بالظبط. لما بيكبر بقى، لما يجي يحس بمشاعر مش كويسة أو مشاعر بتضايقه، الديفنس ميكانيزمز دي بقى هي اللي بتطلع تتعامل. فهنبدأ نهزر لو أنا في طلاق، هنبدأ نهزر لو أنا في حد توفى، مع إن أنا مش عايزة أهزر، أنا زعلان، بس ما عنديش أي أداة تانية غير إن أنا أهزر على الحاجات دي. فإحنا بنبقى فاكرين إن دي أداة صحية وإن إحنا بنعدي الدنيا وكده، بس تاني كتير منها في العيلة ممكن يربي حد بشكل كده يعني. صح، ان هو بيبقى بيهرب من التعامل مع الشعور ده او مش عارف يتعامل معاه ازاي ومخضوض بالظبط. كمان، فبيستخدم الأداة الوحيدة اللي هو عارفها. الحاجة التانية اللي بقابلها كتير برضو
هو الغضب مثلا. يعني الكالتشر بتأثر على انت ازاي، مبدئيا مين مسموح له يحس بالغضب، وهنعبر عن الغضب ده ازاي. وبتيجي مثلا في حاجه زي الباوندريز. دلوقتي في ناس كتير قوي بتتكلم في الحدود وفي الباوندريز، وهي حاجه ما تربناش عليها في العالم الشرقي او في البيت المصري let's say. وخلاص عشان انا اتعودت على كده وهو ده اللي انا اتربيت عليه، فبتعامل على اساس ان هي دي الحاجه الصحيه اللي انا المفروض ان انا اعملها. ولكن ده بيخليني ان انا طبعا الانجر بيجي او الغضب بيجي لما حد بيتعدى حدودي، ولكن انا عمري ما اتعلمت ازاي احط حدود او اتعامل مع الغضب. فبتزنق في سايكل اوف انجر انا مش عارف اخرج منه، لاني بتابع العادات والتقاليد اللي اتقالت لي من وانا صغير، اللي هي ممكن تبقى جزء كبير قوي منها مش من حقك تعبر عن الغضب. فالناس بتبتدي تعبر بطريقه اجريسيف جدا، لان هما مش مجمعين ان في طرق كتيره جدا اقدر اعبر بيها عن الغضب بتاعي. مش مطلوب مني ان انا استنى لغايه ما ابقى اجريسيف. صح. فان انا اعرف مثلا لو انا في بيت ما فيهوش حدود او ما اتعلمتش ازاي اقدر اعبر عن حدودي، هلاقي ان انا في انجر بيلت اب كتير قوي انا مش عارفه اتعامل معاه. وده بيفرق من كلتشر للتانية. هتلاقي في كلتشر تانية individualized جدا مش كولكتيف خالص، لا بتنمي فكرة ان لازم يبقى في حدود، ولازم تقول لو انت you're feeling angry او حاسس بغضب لازم تقول. فده برضو بيورينا قد ايه الكلتشر يا اما بتساعدك ان انت تعبري عن مشاعر معينة، يا اما بتكبت مشاعر معينة غصب عنك انت مش واخدة بالك ان الكلتشر هي اللي عملت كده. وغالبا لو انا اتربيت في بيت بابايا او مامتي او الناس اللي في البيت مش بتعرف ان هي تعبر عن الغضب بشكل صحي، وبيعبروا عنه بشكل اجريسيف او عنيف زي ما انت قلتي، هيبدا يبقى ده بالنسبه لي يعني 1+1=2. هو انا متعصب فبالتالي هكسر او هزعق لان ده اللي انا متعود عليه. فالشخص ده لما بيطلع من بيته ويبدا يتعامل مع الناس اللي بره البيت ويحس بالمشاعر دي معاهم، يبدا يتواجه بان انت ليه عصبي، او انت ما ينفعش تتصرف بالشكل ده، او ما يصحش او كذا. وبيبدا الشخص، دي حاجه بقى بلاحظها كسكندري بروبلم، يحس ان طب انا هكبت الغضب بتاعي. فيمكن حاجه بقولها في السيشنز بتفرق، هخليكم تتفرعوا سنه، بس ان your anger is always justified بس الاجريشن is not. فان انا دايما ممكن اتفهم ان انا ابقى متعصب او دايما ليا الحق ان انا ابقى متعصب او متضايق او غضبان، بس الطريقه اللي بعبر عنها هي اللي بتفصل. اكيد عشان كده، ودي حاجه شائعه يعني في مجتمعنا، انه عشان البيوت بيبقى فيها زي رولز معينه او قوانين معينه مثلا للبنات مختلفه عن الولاد، فعشان كده الجندرز المختلفه او البنات والولاد بيكونوا دايما بيعبروا بطرق مختلفه، لان في بيوت بتبقى الراجل ما يعيطش، البنت بس هي اللي ممكن تعيط، البنت اوعي تضربي حد، اخوكي بس اللي ممكن يضرب. حتى القوانين دي ممكن تبقى مختلفه في بيتك عن في بيتي عن في بيت ليلى، انه كل واحد بيجي من قوانين مختلفه فبتخليه يعبر عن مشاعر بطرق مختلفه. وعشان كده بنلاحظ ان البنات عاده ممكن تبقى بتعرف تفصص مشاعرها وتتعامل معاها، الولاد بيتجهوا الى الغضب، فده بيبقى شخص اسهل انه يبقى dysregulated لان هو ما عرفش ازاي يعبر عن مشاعره وهو صغير، وبعدين بقى سلسلة مشاكل تانية بنوصل لها. بس يعني وبيبقى انت من حقك تحسي بمشاعر معينة ومش من حقك تحسي بمشاعر تانية. صح. فالواحد بيبقى فاكر انه لا، انا مثلا في رجالة كتيرة جدا بيبقى شايفين انه مش من حقهم ان هم يخافوا. لا، ده مش ليا، الشعور ده مش ليا، بس هو خايف وبيفكر في الناس في السيناريوهات وعليه مسؤوليات كتيرة جدا، وده بيأثر على جسمه بصورة قلق مثلا بطريقة معينة. تاني بس عشان نعيد حتة انه كل المشاعر او الستة الاساسيين دول اللي هم نازل منهم بقى مشاعر كتيرة قوي، كلهم حق لينا وكلهم حاجات بيولوجيكال احنا ما نقدرش نخفيها او نتعامل على اساس ان هي مش موجودة. ده جسم بني ادم فيزيولوجي بيتعامل بطريقة معينة، ولكن الطريقة بقى اللي انا بتمرن ازاي اعبر بيها هي دي اللي احنا كبني ادم ليا تأثير عليها واقدر ان انا احلها او اعمل فيها مشكلة. انا هرجعنا لحاجه يمكن تراب اب، مش تراب اب الحلقه يعني، بس تراب اب اللي احنا اتكلمنا فيه كذا نقطه ورا بعض. فكره ان احنا نقعد مع مشاعرنا. انتي قلتي كذا ستيب كده، فعايزه اتاكد ان احنا فهمناها صح. فكره ان انا اقعد مع مشاعري، انا فاكره ان حد من اصحابي جالي من سنه وقال لي الثيرابيست بتاعتي بتقولي انت محتاج تسيت with your feelings، وانا مش فاهم ده معنى ايه.
وكانت بتقوله كده كتير. فهو فضل ساكت ساكت لحد ما وصل ان هو فعلا مش عارف يعني ايه. وبما ان احنا بنتكلم على الايموشنال ريجوليشن، فده حاجه مهمه ان انا اعرف اقعد مع مشاعري افهمها وبعدين اتصرف بقى على او اتصرف بالطريقه المناسبه ليا. فان انا اقعد مع مشاعري معناها ان انا افهم او انيم اليبل واحد من الست مشاعر اللي انا حاسس بيهم، البرايمري اللي انت قلتي عليهم. وبعد ده اعمل ايه؟ وبعد ده اشوف الكونتكست بتاع الشعور ده جه ليه، ارجع لافكاري، ايه الفكره اللي زرعت الشعور ده. احنا بيجيلنا اراوند لحد بيفكر عادي، مش حد اوفر ثينكر، 80,000 فكره في اليوم. فلو حد بي اوفر ثينك احنا بنوصل بقى لعدد افكار رهيب. احنا we are aware of كام فكره من دول، كل فكرة ممكن تطلع الست شعور. برضو حاجة مهمة ما قلناهاش، ان انا ممكن احس بكل المشاعر في نفس الوقت. مش لازم، مش بالضرورة ان انا هو يبقى شعور واحد او اتنين. فارجع للفكرة اللي عملت تريجر لمشاعر معينة، اشوف صحة الفكرة دي، هل هي فكرة واقعية ولا هل هي فكرة imagined غير واقعية. هل انا قلقان من حاجة بتحصل قدامي، في اسد قدامي دلوقتي حالا، ولا هل انا قلقان من حاجة ممكن تحصل بكرة او السنة الجاية. اوكي. احنا عندنا حته هنا اسمها بري فرونتال كورتكس، مش كده؟ هدفها الاساسي ان هي تعمل سيناريوهات ايماجيناري ما لهاش صحه خالص من الواقع. فليه؟ عشان احنا we need to secure السرفايفل انستنكت بتاعنا. لازم انا ابقى متاكد ان انا I'm safe، انا في حته امان ليا وهقدر ان انا اتعايش. الناس لما بتفهم الفكره دي، ان انا عندي واجب على جسمي ان هو يبتدي يعمل سيناريوهات غير واقعيه، بيبتدوا يقللوا شويه من الانكزايتي الموجوده او من القلق اللي موجود، عشان بيفهموا انه مش بالضروره السيناريوهات دي تبقى واقعيه او ان هي هتتحقق. فارجع تاني للفكره، هل هي فكره واقعيه ولوجيكال وراشنال وممكن نقعد نتكلم فيها، ولا هي فكره بس جايه عشان تحميني وخلاص. اوكي. طيب تالت حاجه او الحاجه الاخيره، ايه الدرس المستفاد من الشعور ده؟ اجري من الاسد، ده درس مستفاد. هو بيقول لي ايه يعني؟ بالظبط، هو جاي بيقول لي ايه. انا قلقت من شخص معين، ليه؟ خلاص انا فهمت ان القلق ده جاي من علاقه معينه في حياتي، طيب ليه؟ ففي مسجز زي ما قلنا، في شفره بتيجي بسبب ان انا حسيت بشعور معين جاي من فكره معينه، جبت خلاص اساس الفكره وهي فكره صحيحه واقعيه، ماشي. درس مستفاد منها ايه بقى؟ المره الجايه هحط نفسي في الغابه برضو اللي فيها اسد، ولا هعمل ايه؟ هتصرف ازاي مع الناس؟ احط حدود مع الناس ولا لا؟ خلي بالي من صحتي ولا لا؟ فكل شعور بيجي لغرض معين بمسج معينه، مطلوب مني يعني واجب تجاه نفسي ان انا افهم ايه الشفره دي وايه المسج اللي جايه من وراها. This is what it means to sit with your emotions. وطبعا في النص بقى هلاقي ان انا جسمي تعبان، فاعالج بقى جسمي وابتدي اصلح من اللايف ستايل بتاعي عشان اقدر ان انا يبقى عندي علاقه قويه مع مشاعري او مع افكاري. حتى لو بيتي او ثقافتي ما علمونيش ده، دي طريقه ابدا بيها يعني. بالظبط. اوكي. انا عايزه ازود حاجه برضو على اللي انت قلتيها، عشان قلتي ممكن احس كذا شعور في نفس الوقت. حاجه كمان برضو بحسها طبعا كلنا بتحصل لنا، ان احنا ساعات بنحس الشعور على الشعور. يعني انا مثلا ضايقت من حاجه وبعدين ببدا احس بالذنب ان انا متضايقه، بعدين ببدا اتعصب من نفسي ان انا حاسه بالذنب ان انا متضايقه. فدي برضو بتخلي الموضوع كومبلكس شويه، يعني زي ما قلتي بتخلي الشفره اصعب انها تتفك او محتاجه وقت اطول او كده. هل احنا الايموشنز اللي بتجيلنا، هل احنا دايما نثق فيهم، ولا ساعات بنثق في حاجات نقدر نقول ان هي misleading شويه او بتاخدنا في حتت مش مفروض تاخدنا هناك؟ تعالي نتفق ان المشاعر بتيجي as a secondary step، هي جايه من فكره. اوكي، فلو هي المشاعر اخدتني في حته انا مش عايزه اروحها، فالفكره ودتني هناك اصلا اوريدي. فهي مش مسؤوليه الشعور، هي مسؤوليه الفكره اللي انا فكرت فيها اللي اخدتني في حته انا مش عايزه اروحها. فلو هاجي اكنترول هنا او اعمل يو تيرن، انا عايزه امشي، انا من الحته دي مش عجباني، هغير الفكره مش هغير الشعور. فالمشاعر على طول are valid. every single emotion is valid. فالواجبي تاني ان انا افاليديت الايموشن. انا شايفاكي وسامعاكي وحساكي وعارفه انت فين في جسمي وعارفه انت عايزه تقولي لي ايه، وانا مش عاجباني الحته دي، انا مش عايزه اكمل في الطريق ده. فتعالي بقى نلف ونرجع كده ونشوف الفكره اللي انا هبدلها عشان الشعور يتغير. دي برضو حاجه مهمه قوي، ان الناس بتاكسبكت من المشاعر ان الشعور هيتغير كده لوحده. فجاه هنام واصحى والاقي الشعور اتغير، ولكن هو مش هيتغير طالما انا عندي نفس الفكره. فلو انا عايزه اغير الشعور، اغير الفكره اللي جايه مع الشعور.
في فكره معينه بتحسسني بالخوف وانا مش عايزه احس بالخوف، اغير الفكره او اغير التصرف يمكن، ولا لا؟ التصرف هيتغير بس الفكره هتفضل موجوده. يعني انا دلوقتي غيرت التصرف معاكي بس لسه بفكر بنفس الطريقه. لحد امتى هقدر ان انا بس هاف كنترول اوفر او اتحكم في الافعال اوكي. طالما السورس لسه موجود اللي هي الفكره. فانت تقصدي لو انا بتكلم على اللونج تيرم او المدى الطويل، ان انا عندي فكره مثلا متكرره او حاجه بتجيب لي شعور معين، دي اللي انا محتاجه اغير الفكره نفسها. يمكن الاكزامبل اللي كنت بديه كان، فلنفترض ان انا حاسه باحساس مش مريح دلوقتي، او حاسه ان انا متضايقه، وفي فكره ان انا مش مبسوطه وان حياتي مش ماشيه في الاتجاه اللي انا عايزاه، غيرت التصرف. بمعنى كلمت سلمى وقلت لها يلا نخرج، نزلت اتمرن، كتبت. بس هنا جات لي فكره ان انا لازم اغير المسار، يعني او لازم او انا مش عاجبني الشعور ده فانا لازم اغيره. اوكي. فالفكره هنا اخدت يعني you had control over الفكره اللي خليتك تغيري الافعال بقى اللي انت بتقوليه ده مهم جدا 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 ان انا اغيره. ليه؟ لان مبدئيا هيغير الفيزيولوجي بتاعت جسمي بالظبط. وده هيخليني اوتوماتيكلي اغير افكاري. فهي التشين زي ما انت بتقولي، لو انا غيرت الافعال فانا غيرت التشين او السايكل تماما، فخلقت مشاعر سايكل جديده مختلف، وعليها فكره جديده. حلو خلقت تشبيه حياه السايكلز جديده. ده، تخيلته حسيته بيسهل الفهم. انا بحس علم النفس كله سايكلز، يعني بجد بلاقي نفسي بشرح 4 سايكلز في السيشن يعني. فعلا كله سايكلز، لان طالما انا ما غيرتش حاجه ايه اللي هيخليني اكسبكت ان في حاجه هتتغير من الحاجه الوحيده اللي انا عندي كنترول عليها هو نفسي او افكاري وافعالي. ولكن ما عنديش كنترول على اي حاجه تانية في الدنيا. ف I'm expecting different results او حاجات مختلفه من الانفايرمنت اللي حواليا او من الحياه، وانا مخليه افكاري وافعالي نفس الحاجه اللي هم الحاجتين الوحيدين اللي انا عندي عليهم كنترول. انا بتهيألي حاجه كمان I think انها من الدي بي تي اكشلي، برضه صلحيني لو انا غلط، بس ساعات بحب اشرحها انه الفرق بين ان الشعور يبقى valid وانه هو يبقى justifiable. يعني هدي اكزامبل واي ثينك هو ده الاكزامبل اللي من دي بي تي اكشلي، انه لو مثلا ليلى كانت جايه وكلمناها قلنا لها ليلى في تعبان، هي هتخاف، فده it's very valid and it's justifiable. في تعبان فهي اكيد خايفه على نفسها، مفهوم جدا محدش هيعترض. هنفترض ان ليلى كانت جايه تاني يوم وكلمناها قلنا لها ليلى مفيش تعبين خلاص، هي ممكن تبقى لسه خايفه، ف it's a very valid feeling. انا فاهمه انت ليه خايفه، بس is it justified؟ هو غير مبرر دلوقتي. غير مبرر دلوقتي لان انا قلت لك انه مفيش تعبان فما فيش سبب. فقصدي ساعات بشرحها للكلاينتس كده ان هو الشعور being valid is حاجه و justifiable is حاجه تانية، او مبرر حاجه تانية. صح جدا. في الحاله دي I need to validate the feeling. انا خايفه خلاص، مش ههرب من خوفي، انا خفت. وبعدين ارجع للفكره واشوف هي راشنال ولا لا، هي لوجيكال ولا لا، واتعامل بقى على الاساس ده. او زي ما فريده بتقول حتى وانا خايفه اروح برضو، لان ناس كتيره بتقول ان لا لو انا عندي شعور معين يبقى انا مش هعمل الفعل ده، ملوش دعوه بده. انا ممكن ابقى خايفه من حاجه وعارفه ان انا لو عملتها تبقى كويسه قوي ليا، اعملها وانا خايفه، ايه المشكله؟ انا بدي الاكزامبل ده ساعات في السيشنز، ان مش معنى ان احنا مرينا بمشاعر معينه ان لازم تصرفاتنا تبقى لايقه على المشاعر دي. يعني انا الصبح حسيت، وساعات بقول كده في السيشنز، ان انا صحيت الصبح حسيت اني مش عايزه اجي الشغل، ولكن كان في ترتيبات او كان في حاجات هتحصل على يعني بناء على ان انا مش هاجي الشغل، زي ان في ناس جايه في الطريق اوريدي تحضر السيشن، في حد ممكن كان يبقى معتمد عليها. فالاحساس ده اللي انا حسيت بيه لمده ساعه، لو انا كنت سمعت كلامه كان هيحصل سلسله احداث، واللي حصل في الاخر ان انا حسيت بالاحساس وقلت خلاص انا هنزل الشغل، لان الاحساس ما كانش overwhelming، ما كانش overpowering، وفي الاخر الاحساس راح. فساعات ممكن احس بحاجه وتبقى مضايقاني او بسطاني او مخوفاني، واتعامل بشكل مختلف، وهتلاقي ان الاحساس ده زي الويف او زي الموجه عدى. فمش لازم ان انا ابقى كل احساس بحسه بتصرف على اساسه دلوقتي، ممكن استنى عليه شويه. صح جدا. ده بيقابلني كتير الاكزامبل اللي بديه مع كلاينتس. انا على طول بطلب من الكلاينتس ان هم ينزلوا يتمشوا. ينزل يتمشى هيغير الفيزيولوجي بتاعت جسمك خالص، وهتبتدي ان انت تحس بمشاعر تانية وافكار تانية. فالناس بتبقى مستنيه الموتيفيشن عشان تنزل،
فلا، فبقول لهم لو عارفين الميم اللي هي I'm going on the stupid walk for my stupid mental health، انا متعصبه ومش طايقه نفسي وزعلانه وتعبانه وكل حاجه، وبرضه هنزل اتمشى او هنزل اتمرن او هروح شغلي او هعمل اي حاجه، لانه انا كده بعود نفسي ان كل المشاعر ليها حق to exist. بالظبط. مش معنى ان انا زعلانه او خايفه ان ليه لو هي زعلانه او ليه لو هي خايفه مش من حقها تشتغل او مش وان من حياتها حقها شكلها تمرن، مختلف. وان حياتها شكلها مختلف. لا، كل المشاعر دي من حقها ان هي تنزل تشتغل وتلعب رياضه وتشوف الناس وتعمل كل حاجه في حياتها. لان انا كده برضو is another masked way ان ازاي احنا we invalidate feeling او بنسكت المشاعر، او انا مش بني ادم كويس عشان حسيت بالغضب. ايوه I feel guilty عشان انا حسيت بالغضب، فانا مش من حقي بقى ان انا انزل مع اصحابي النهارده ان انا بني ادم وحش. ايوه. هنزل مع اصحابي وانا زعلانه وانا متعصبه وانا خايفه وانا اي حاجه. عارفه كان في كنت لسه بقولك قبل التصوير عن ال two factor theory of emotion، ان احنا عشان انت اول حاجه اصلا قلتيها لما جينا نصور ان الايموشنز دي رد فعل فسيولوجي، فالثيري دي بيزيكلي بتقول ان احنا اول حاجه بنحسها when it comes to emotions هو كل الفيزيولوجيكال رياكشنز، سواء بقى قلبي بيدق بسرعه، التغييرات اللي بتحصل في جسمي، وان دي بتبقى ستيب نمبر 1، وان ستيب نمبر 2 اللي هي مع الوقت بتبقى اوتوماتيك هي ثيري، يعني انه احنا اللي بنليبل اللي بيحصل في جسمنا او احنا اللي بنديه مفهوم معين. ودي اكتر حاجه بستخدمها يعني في السيشنز لما كلاينتس يكون عندهم anxiety and thinking how to reframe او هل هي فعلا anxiety ولا لا. يعني انا ساعات كتير بحس ان كلاينتس، وساعات طبعا انا بعمل كده يعني قصدي كلنا، بس قصدي ساعات ان احنا بنسمي emotions كتير بنفس الاسم. يعني انا مثلا جاي لي كلاينت بتقولي انا كنت very angry مش عارفه ايه وكده، وبعدين قسمتها لها، يعني قلت لها انا ساعات ببقى 0%، ساعات ببقى irritated، ساعات ببقى annoyed، ساعات ببقى mad، ساعات ببقى angry، ساعات ببقى rageful. فاللي هو ايه الليبل اللي انت هتديه ل whatever you're feeling، عشان بحس ان الناس كلها يعني كأن هي حاجات كتير بتتحط تحت امبريلا واحده، واللي احنا بنردده لنفسنا هذا اللي احنا بنحسه. ما انا لو عماله اقول لنفسي I'm very angry انا هبقى very angry، بس هل انت فعلا very angry ولا انت irritated النهارده؟ يعني ان انا احاول اقسمها شويه. عارفه هي شبه ايه؟ اولا اللي انت بتقوليه ده بحسه بينفع معايا قوي عجله المشاعر او الفيلينجز ويل، ان هي بتفصص لك الايموشنز. بس هي بتفكرني شويه انا امي بتحب جدا ان هي تقول درجه اللون. فمثلا هتقول ده مارون، انا بالنسبه لي ده احمر. يعني فهو بيتهيألي في ناس بتبقى شايفاها كده، احنا شايفين المين كولرز او شايفين الالوان الاساسيه، انا بقى مش شايفه ان ده سماوي ولا ده ازرق ولا انا ده ازرق مخضر، انا ببقى شايفه ان هو لون واحد. فاظن هي عندها حق، لان الالوان بتبقى مختلفه والدرجات بتبقى مختلفه. فالايموشنز بتفكرني جدا وبوصفها بان هي شبه البرايمري كولرز، ان هي في الوان اساسيه، ولو دمجتي لونين على بعض هيطلع لك الوان ثانويه او حاجات اللي هي secondary colors زي الايموشنز. فلو انا حطيت الزعل مع شويه غضب هيجي frustration مثلا، لو انا حطيت السعاده مع شويه هدوء او مع شويه زعل ممكن يجي احساس تاني، على عكس السعاده مع excitement او مع تحمس. فهي بتفكرني بده جدا. فكل ما بتتمرني على ان عينك تلقط الالوان، زي بالظبط ان انت تمرني نفسك انك تفصصي الايموشن وتفهميها، فبالتالي تبقي فاهمه هو انا frustrated، هل انا محبطه ومغلوله، ولا هو انا حاسه ان انا اتاذيت، حاسه ان انا اتخنت. لان الاثنين بيندرجوا تحت الغضب بس باشكال مختلفه، وردود افعالهم بقى بناء على ده وافكارهم مختلفه. انا بحب لما انتوا تستخدموا كلمه بتدرب وقلتوا حاجه تانية زي يعني حاجه فيها تمرين او مهاره او حاجه بننميها او كده، عشان المشاعر زي اي حاجه تانية، يعني زي مثلا الحدود او زي كذا حاجه قلناها، هي فعلا يعني لو انا ما عنديش اي فكره عنها وبعدين حاولت اطبقها، انا مش ضروري انفذها صح او مش ضروري اعرف اعملها بالطريقه المطلوبه مني بالظبط. فان هي فعلا بتاخد باك اند فورث كتير وتجربه، وبعدين ارجع ارفلكت واقول طب هو انا غلطت في ايه المره دي، طب اقدر اعمل ايه المره الجايه، والمره الجايه اطبقها تاني. فعشان بحس بتبقى فرستريتنج لما حد يجي يسمع ويجي يطبق ويحس اللي هو ايه ده، بس انا ما حسيتش بالحاجات اللي انتوا بتقولوها دي. عشان كده البيئه اللي انا اتربيت فيها او البيئه اللي انا فيها دلوقتي مش لازم خلاص نقعد نرجع وكده، بس دلوقتي لازم اهيئ بيئه بالنسبه لي ان انا يبقى عندي فيها ترايل اند ايرور كتير. لان في ناس كتيره كلنا بتهيألي to some extent بيبقى في نوع pain معين او وجع معين ما تعلمناش ان احنا to practice
انا ما اتعلمتش ازاي ان انا ازاي هعبر عن الشعور ده او هحس بالشعور ده. فان انا دلوقتي يبقى احط لنفسي بيئه اعرف يبقى عندي فيها trial and error is a very big form of self care. هنا هوقفك بقى ونوصل للسؤال المفضل بتاعي. ايه تولز، يعني عايزاكي تدينا او انتوا الاثنين تقولوا لي ايه التولز او الحاجات الادوات اللي ممكن تدوها لحد بيحاول، مش بتكلم في كلاينت او ثيرابي، بس حد قاعد بيتفرج يحاول ان هو يشتغل على مشاعره، يفهمها، يتعامل معاها ازاي. يعني ايه نصايح او ادوات بتستعملوها في الايموشنال ريجوليشن او عشان نفهم مشاعرنا اكتر؟ انا عايزه اقعد حاجه على اللي ليلى قالتها وهي جزء من اجابتك، وبعدين الباس تو ليلى. وهنا بيجي دور السلف كومباشن، ان انا ابقى متعاطف مع نفسي، او ابقى حنين مع نفسي، او ان انا ابقى صبور مع نفسي. ان كل الحاجات اللي احنا بنتعلمها دي مش ضروري اعرف اطبقها على طول، زي ما انت قلتي ترايل اند ايرور. فان لما يحصل الايرور ده انا مش هزعق لنفسي ومش هقول لنفسي كلام وحش ومش هقول لنفسي ان انا فاشله وان انا مفيش فيا فايده. العكس، انا هحاول اتعلم وهبقى لطيفه مع نفسي على قد ما اقدر، عشان ده اللي هيخليني احاول احسن المره الجايه. بالظبط. حاجه سهله الناس ممكن تستخدمها هي عجله المشاعر زي ما قلتي، مفيده جدا. لو حد لقاها اونلاين هيلاقوها اونلاين بسهوله، ويفضلوا قاعدين معاها بقى، يحطوها كده قدامهم ورقه او على التليفون او في اي حته، وتشيك ان مع نفسي هو انا حاسه بايه، حاسه بواحد اتنين تلاته. اول مره اول 5 مرات هتبقى صعبه، وبعد كده عيني هتاخد عليها وعيني هتاخد على الكلام، وهيبقى اسهل بالنسبه لي ان انا احدد انا حاسس بايه دلوقتي. حاجة تانية برضو هو العلاقة ما بيني وبين جسمي. ابتدي ان انا حتى لو انا مش عايزة اتارجت المشاعر directly، مباشرة. اعالج جسمي، اعالج نومي، اعالج اكلي، اعالج اللي بيبقى فيه زي جلطات في الجسم، بيبقى فيه نوتس جامدة أيوة. في الجسم، اعالج الحاجات دي واساعد ان جسمي يبتدي ان هو يحس انه فلويد اكتر، واسمع للاوجاع اللي بتجيلي. ده برضو طريقة مهمة جدا، ان انا الاقي نفسي ايه ده، هو انا مالي قاعدة على طول حاسة ان في عبء، حاسة ان انا، في ناس تقولي انا حاسة ان انا في فيل قاعد أيوة. على زوري ولا هنا، وحاسه ان في تقل جامد قوي على كتفي. فالحاجات دي كلها حاجات it sounds ان هي بسيطه، ولكن هي حاجات مهمه جدا. وبعدين ان انا اقعد مع افكاري بقى، دي اكتر حاجه هتبقى مرهقه بالنسبه للشخص، بس it's still practice and still trial and error. حاجة تانية هزودها على اللي انتي قلتيه، ازاي ان احنا نقدر نركز مع جسمنا اكتر. في أداة بحبها اللي هي البودي سكان، مش عارفة انتوا بتستعملوها ولا لأ. بحاول ان انا نفسي شخصيا اعملها وبنسى كتير، بس هي مهمة ان احنا ناخد جسمنا من اوله لاخره. فان انا ابقى بقعد بهدوء كده واحاول اشوف هو انا حاسة بايه في جسمي، ومش حاسه بوجع او حاسه اني زهقانه او حاسه، يعني مش المشاعر دي، بس ان انا احاول اوصف جسمي بيحس بايه. فعاده ممكن الاقي ان انا حاسه بتنشن في سناني، حاسه ان انا بجز على سناني، حاسه ان كتافي من كتر ما في ستريس او من كتر ما في ضغط فكتافي دايما مرفوعه. ممكن ابقى حاسه بتنشن في رجلي. فلما بنعمل البودي سكان ده ممكن نكتشف ان احنا مضغوطين مع ان من بره مش باين علينا. فدي ممكن تبقى طريقة كويسة ان انا اكونكت المشاعر او اوصل المشاعر بالاعراض الجسدية او بالحاجات اللي انا حاسس بيها في جسمي. في برضو تولز مهمة ليها علاقة، لو أنا مش عايز أقعد مع المشاعر دلوقتي حالا، ما عنديش وقت أو ما عنديش لسه التولز إن أنا أقعد أفصص مشاعري، إن أنا أخد بالي من جسمي محتاج إيه. يعني لو أنا نايم كويس، واكل كويس، عملت فيزيكال اكتيفيتي ولا لأ، الحاجات دي كلها بتساعد إن أنا أراجليت الشعور. لأن لو أنت متخيل نفسك مثلا دلوقتي صاحي مش نايم، صاحي متصربع جدا، مش واكل خالص اليوم كله، تعبان، مرهق، بيرنت اوت، مش مركز، اوتوماتيكلي ده بيحطني في حته فولنربل قوي، ان انا اي شعور هحس بيه اكستريم، لان انا اوريدي متبهدل، تعبان، بيرنت اوت. فان انا اخلي بالي من الحاجات اللي الجسم محتاجها، اكل كويس وانام كويس والحاجات دي كلها، اوتوماتيكلي هتساعدني ان انا لو عليت معلش قوي، ولو نزلت منزلش قوي، وابقى في حته اكتر ريجوليتد. وان انا حاجه برضو مهمه هو اني اكتر من البوزيتيف اكسبيرينسز اللي في حياتي، او التجارب الايجابية عامة. التجارب الايجابيه بالظبط.
ابتدي اعمل حاجه بحبها او ابتدي حاجه من الصفر بغرض ان انا عايزه ابقى شاطر فيها وبتبسطني. building mastery is a very important skill، وان انا زي ما قلنا اكتر من البوزيتيف experiences او الحاجات الايجابيه في حياتي، ومش لازم خالص احط expectation رهيب ان انا هخرج ساعتين، لا ممكن اتمشى تحت البيت 10 دقايق لو التمشيه دي حاجه انا بحبها. مش لازم اروح كلاسز وكورسز واعمل حاجات، لا ممكن ان انا اخد 5 دقايق في يومي مثلا بلون فيهم او بعمل فيهم حاجه انا بحبها، فاحط expectations ايوه تناسب الحاله اللي انا فيها دلوقتي، فان هي تساعدني ان انا اشوف الشعور، اتعامل مع الشعور، اريجليت الشعور من غير expectations مهوله. عارفه ادنج للي انت بتقوليه، ساعات لما بقول للكلاينتس مثلا اللي هو زي انزل اتمشى او كده، ساعات بقول لهم انه ما تحطش في دماغك ان انت نازل تتبسط. يعني انا كاني بديك دواء، ده الدواء بتاعك ان القلق يقل دلوقتي، مش ان انت تبقى سعيد ولا متحمس ولا اوفر ذا مون او كده. فان انا بس ببقى عايزه ادجست الاكسبكتيشنز بتاعتهم، اللي هو الاقتراحات اللي انت بتقوليها اللي هو لون او انزل اتمشى او كده، بس مش ضروري ان انت في الاول هتحس بالسعاده منها يعني، ويمكن مش ده الغرض يعني. ايوه حلوة قوي الحتة دي، لأن في ناس كتيرة بيبقى هدفها في الحياة هو إن أنا أبقى سعيد، وده هدف طبعا غير أنا I واقعي. burst their bubble يعني، وابقى شخص نكدي جدا وهو بيقول لهم كده، بس ما اقدرش ان انا هدفي في الحياة يبقى شعور معين، لأن المشاعر زي ما اتفقنا هي episodic، هي حاجة بتحصل مؤقتة. بسرعة مؤقتة، ما بتفضلش قاعدة معايا كتير، وكلهم equally important، كلهم مهمين بنفس الطريقة وبيدوني مسجات مهمة جدا برضو على نفس المستوى. فلو أنا automatically قلت لنفسي أنا عايزة أعيش حياتي حاسة بشعور معين أكتر من التاني، أنا كده بحرم نفسي من data وinformation كتيرة، وبحرم نفسي من 3/4 الأورجانيزم كله أو الجسم كله اللي هو بيعيش بإكسبيرينسز أنا مش عايزة أعيشها. صح. فيبقى الهدف بتاع الاكتيفيتيز اللي انا بعملها او الحياه عامه ما يبقاش ان انا رابطاه بشعور معين، بيبقى لا بالعكس I am able to be regulated، انا عارف امارس حياتي الطبيعيه حتى وانا حاسس بكل المشاعر. حاجة هزودها على موضوع التوقعات اللي انت قلتيه، ان ما تتوقعش ان انت تبقى مبسوط من الاول، او اعتبر ان انت بتعمل ده كأداة ان انا اوصل لشعور احسن بعدين. ساعات بقول للناس اتمرنوا كأنك رايح ماراثون فور اكزامبل، او كأنك رايح تجري. فلو انا مش متعود ان انا استعمل الادوات دي يوميا، مش هيبقى معايا السكيل في المطلق في اليوم المهم اللي انا محتاجاه فيها. فانا محتاجة ان انا اعتبر ده تمرين. ويمكن انا اتفاجئت برضو في مره لما كان الناس تقولك الجري مريح للاعصاب. انا الجري كان عذاب، جحيم. جحيم. وكانت سلمى كانت بتجري كتير قوي في حياتها زمان، وكانت هي اللي تقولي الجري ده بيريحني جدا. فجربت اجري، لقيت ان انا مش طايقه نفسي واوحش مما بدات، وكانت حاجه صعبه قوي لحد ما جريت كذا مرة، وابتديت الاقي ان انا بقيت بجري 10 دقايق يعني. بعد 10 دقايق بقى في يعني تحسن. فالتحسن ده هو اللي جاب فكرة الراحة في الجري، وبقيت بفهم الناس بتقول كده ليه، مع ان الموضوع صعب ان احنا نوصل له. بس بيتهيألي لو انا كنت وقفت بعد اول جرية كنت هرجع اقولك لا، ده حتى الجري ما بيجيبش نتيجة. فهي محتاجة استمرارية، محتاجة ماستري زي ما انتي قلتي، ان انا ابقى بواظب على الحاجة لحد ما ابقى متمكن منها. لان غالبا اي حاجة بعملها مش متمكن منها مش هتجيب لي سعادة. هبقى بفكر فيها قوي فمش مرتاحة فيها. صح، وبيجي افكار بقى اللي هو انا عملتها صح ولا غلط، طب ما لو انا عملتها غلط يبقى انا كده هيجيلي مشاعر تانية انا مش عايزه احس بيها، وبحط صح قوي. expectation وبيجي judgment، وببقى بقى مش self compassionate زي ما انت بتقولي، ببقى ناقدة اكتر. ببقى ناقدة جدا، judgments رهيبة. حاجة كمان بحس ان هي مهمة عامة، الدعم الاجتماعي او الناس اللي حواليا. يعني انا شخصيا كسلمى احدى الوسائل اللي بتساعدني اتعامل مع مشاعري هي فريدة مثلا. ان انا يبقى عندي شخص صديق مقرب بثق فيه، بيعرف ان هو يتكلم معايا في مشاعري، وبيعرف ان هو يقول لي لما اكون انا بفكر في حاجه ليكي حق، وبيعرف ان هو يقول لي لا انت هنا فكرتي كان المفروض تحسي، يعني ان هي بتديني فيه تبقى زي مرايتي. فانا بحس ان الصداقات او الناس القريبه مني اللي بثق فيهم دي آلة مهمة. ان انا اصلا ساعات انا زي ما بقولك مراية، ساعات ممكن اتعلم منها حاجة او كده. فبحس ان الناس اللي حوالينا بتفرق في ان انا اتعامل مع مشاعري. صح. حاجة بحبها اتعلمتها من الDBT، كنت بعملها ما كنتش عارفة ان هي تول يعني حقيقية، اللي هي بيقولوا عليها contribution. ففكرة ان انا ابقى حاسة بمشاعر overwhelming او بمشاعر تقيلة، واعمل حاجة لحد
انا كنت طول عمري لو متضايقه هنزل اعمل اكل واديه الحيوانات او هنزل اساعد حد او كده، مش بنيه ان انا نازله اساعد حد، هو كان بيبقى نوع من الديستراكشن. وبعدين كنت بستغرب انه ده بيخلق احساس جديد، انا حاسه ان انا عملت حاجه حلوه او حاسه ان انا عملت حاجه كويسه. ففكره ان انا لما يبقى عندي مشاعر تقيله عليا ولسه مش عارف اتعامل معاها ازاي وعايزه اعمل حاجه في اللحظه نفسها، انا بحس الكونتريبيوشن او ان انا اركز على حد تاني او حاجه تانية بيفرق. انا حاجه اخيره بقى هزودها برضو، وبتهيألي هي حاجه دارجه، يعني ممكن تكون انت كمان بتعمل كده، إن الكتابه ساعات لما بكون حاسه كده ان انا حاسه حاجات كتير ملخبطه ومش عارفه هي ايه، الكتابه بتساعدني عشان يعني مثلا القلم ده وانا شايفاه كده غير وانا شايفاه كده غير وانا شايفاه كده. فلما بعمل كده في الايموشنز بتاعتي، لما انا بكون حساهم بيبقى كانهم قريبين قوي مني، فبحاول ابعدهم عني شويه بان انا اكتب عنهم واقرا اللي انا كاتباه، يمكن افهمهم بطريقه مختلفه او أيوة. اعرف ايدنتيفاي اكتر انا حاسه ايه او كده. اول واحده اتمرنت معاها هي اللي علمتني موضوع الكتابه ده، كانت بتقولي الكتابه بتخلق مسافه ما بينك وما بين افكارك، فبعد ما بتطلع من دماغك بتعرفي ان انت تشوفيها بشكل زي ما انت قلتي اشبه، مش عايزه اقول اشبه للحقيقه، بس بتعرفي تشوفيها بشكل مختلف على بمنظور الأقل. مختلف على الاقل، فبتديكي سبيس ما بينك وما بين الافكار، فبتفرق. انا عاجبني قوي انك قلتي طلعتيها بره دماغي. الحركه ان انا بطلع الفكره بره دماغي دي بتساعدني ان انا كمان I don't identify مع الفكره. هي فكره، كلنا بيجي لنا افكار. ده مش معناه جات لي فكره وحشه، مش معناها ان انا شخص وحش، دي فكره. فبس محتاجه ان انا الفيزيكال اكسرسايز ان انا بطلعها بره دماغي، ده برضو مهم قوي. ايوه بجمع انه لا، انا مش الفكره دي ممكن تمشي وتسيبني، او انا أيوة. ممكن اسيبها في اي وقت. احنا بنتكلم النهارده على الدي بي تي عشان هو فيه تولز او سكيلز، مهارات كتيره الواحد ممكن يتعلمها. عايزه بس اشرح سريعا فكره الدايلكتيكال بيهيفير ثيرابي. هو ان انا اتقبل الحاجات اللي انا ما عنديش عليها كنترول، ما اقدرش ان انا اتحكم فيها خالص. في حاجه اسمها راديكال اكسبتنس، انا متقبلاها قبول تام من جوايا، فعلا انا حاسه ببيس انه الحاجه دي انا ما عنديش عليها اي سنس اوف كنترول. وبيخليني اركز برضو نفس التركيز على الحاجات اللي انا عندي كنترول عليها، الحاجات اللي تحت ايدي اللي انا اقدر اغيرها. فالفكره دي لو انا قعدت في حاجه مثلا مخلياني حاسه بشعور معين مزمن، لو انا قعدت مع الفكره دي بس وقسمت ايه الحاجات اللي انا عندي عليها كنترول وايه الحاجات اللي انا مش عندي عليها كنترول، ده هيديني احساس بالباور. هحس ان انا في حاجات اقدر اغيرها في حياتي. ففي حاجه اسمها dialectical statement كمان، بس مش هنخش قوي في ديتيلز. بس بتغير لي طريقه تفكيري على الحاجات اللي انا اقدر اغيرها دي، هغيرها ازاي. ايوه احط فعلا خطوات، انا هنزل من الساعه كذا للساعه كذا، امشي، هكتب، هكلم. فالحاجات، المنظور اللي انا ببص ان انا عندي تحكم في حياتي بيفرق جامد قوي في مشاعري، لان في ناس كتيره بتحس انا ما عنديش تحكم في اي حاجه، I'm completely out of control. صح. ماشي. انا ليلى انا ممكن اقعد معاكي 6 ساعات كمان. أيوة. بصراحه حاسه ان لسه قوي معاكم لسه عندي حاجات اضيفها واسمعها، بس يعني في سبيل الناس اللي بتتفرج وفي سبيل الناس اللي قاعده ورا الكاميرا ويعني في سبيل كل حد حوالينا، احنا كده وي كوفرد، او يعني اتكلمنا على المشاعر، فهمناها شويه، اتكلمنا على يعني ايه نقعد مع مشاعرنا وازاي نتعامل معاها، واتكلمنا على شويه تولز. و يعني شكرا قوي ان انتي معانا النهارده، بجد حاسه ان انا استفدت، مع انه موضوع بنتكلم فيه وبنتعامل معاه يوميا. فبس احنا مبسوطين قوي ان انا انتي مبسوطه فيه، وشكرا. جدا. I appreciate it so much. ومبسوطه قوي ان انا مش مصدقه ان فات 10 سنين وان احنا قاعدين رجعنا هنا as professionals. أيوة. عادي جدا. ف I'm very happy. ويعني نفسي جدا ان احنا نتقابل كتير ونتكلم كتير في المواضيع دي، ونريز awareness جامده، ونعمل campaigns جامده وكده، عشان الناس تحس ان هي they are powerful و they have a big support system وراهم. الموضوع في مصر is booming، ومبسوطه ومرتاحه. ومبسوطه قوي من فكره ان الناس عندها استيعاب، يعني هم دلوقتي they are ready ان هم يستوعبوا المعلومات دي. صح. I think it is our responsibility ان احنا نشير الانفورميشن او المعلومات المهمه بالنسبه لهم، لو احنا شايفينهم فعلا عندهم القدره للاستيعاب دلوقتي. I appreciate it so much and thank you. شكرا.